شموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الثالثة من برنامجكم الأسبوعي أو اليومي مسابقات المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. بداية وقبل كل شيء دعونا نرحب باسمي وباسمكم بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، أخي وزميل عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أنس، وعدنا بمثل البدء والعود أحمد. وبداية متابعينا بعد الترحيب والتهليل بكم نذكركم بطريقة سير البرنامج، وهي أننا سنتحدث عن صحابية جليلة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد أنكم تتعرفون على هذه الصحابية تكرمون باتصالاتكم، ونشرف أيضا باستماع أصواتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. ونذكر أيضا بأن قيمة الجائزة يوميا هي $100. طيب، من هي صحابيتنا هذا اليوم يا أنس؟ أمس كانت صحابيتنا هي خديجة بنت خويلد. اليوم صحابيتنا من السابقين الأولين في الإسلام. نعم. وهي ابنة أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام. هي صحابية من السابقين الأولين في الإسلام، وهي ابنة أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام. أيضا لقبت بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها وربطت به سفرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين خرج مهاجرين إلى يثرب. ذكرنا أنها ابنة أبي بكر الصديق وأنها لقبت بذات النطاقين. نعم، جميل. ويذكر أيضا أنها لما فعلت ما فعلت مما جعلها تلقب بذات النطاقين، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. فلذلك لقبت أو سميت بذات النطاقين. شهدت معركة اليرموك مع ابنها وزوجها، ثم طلقها زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعاشت إلى أن شهدت ابنها وليا أو خليفا للمسلمين أجمعين. أيضا هي آخر المهاجرات وفاة. روت عدة أحاديث جاء ذكرها في صحيح البخاري ومسلم. ماتت من آخر المهاجرات وفاة. أيضا روت عدة أحاديث جاء ذكرها في صحيح البخاري ومسلم. نعم. ويذكر أيضا يا أنس أنها ماتت وقد بلغت 100 سنة، لذلك تعد المعمرين. نعم. ماتت وقد بلغت 100 سنة وأصبحت كفيفة. وذكرنا أنها شهدت ابنها وهو خليفة للمسلمين، يعني ما هو بزوجها ولا أبوها، شهدت ابنها، يعني هي أنجبت رجلا كبر إلى أن وصل خليفة المسلمين. فمن الطبيعي أنها تكون قد توفت وعمرها 100 سنة. أيضا من ضمن المواقف دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن دعنا نأخذ أول اتصال ثم نعود لهذا الحديث الجميل. أول متصل لهذا اليوم نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ أم رهف من الخفجي. أم رهف من الخفجي، حياك الله أم رهف. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو، السلام عليكم. فوزية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوزية سعيد من الرياض. أهلا وسهلا أخت فوزية. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أيوة، أسماء أبو بكر. أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنهما. شاكرين لك يا أخت فوزية، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. الله شكرا يا هلا. العفو، أهلا وسهلا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. حياك الله. من معي من تكلمني؟ معك أبو عبيدة من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أبو عبيدة، نورت الشاشة. الله يسلمك، نورك والله ونور عبد الرحمن. الله يحييك. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ الإجابة اي نعم، الإجابة هي الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا حبيبنا أبو عبيدة ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو، السلام عليكم.
الو السلام عليكم. معي؟ الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ إلهام عيسى. الاسم الكريم مرة أخرى. إلهام. 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 أيوة. إلهام من؟ إلهام عيسى. إلهام عيسى. من وين تكلمين يا أخت إلهام؟ أسماء بنت أبو بكر. أسماء بنت أبو بكر، لكن المدينة يا أخت إلهام من وين تكلمينا؟ من ألمانيا. من ألمانيا. أهلا وسهلا بك أخت إلهام، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ خديجة نجاش من الرياض. يا مرحبا، حياك الله خديجة نقاش. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل الآخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ منى سعيد صالح. أهلا وسهلا أخت منى. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، السيدة أسماء بنت أبي بكر. السيدة أسماء. من وين تكلمين يا أخت منى؟ من السودان. أهلا وسهلا بكم أهل السودان، يحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ حنان محمد من الرياض. حنان محمد من الرياض. حياك الله أختي حنان. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أيوة، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ سلمى محي الدين. أهلا وسهلا أخت سلمى محي الدين. من وين تكلمينا يا سلمى؟ من الرياض. حياكم الله أهل الرياض. هل تعرفتي على الصحابي لهذا اليوم؟ اي نعم، الصحابية أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكرين لك يا أخت سلمى ويحالفك الحظ إن شاء الله. ضيفنا آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي من وين تكلمني؟ أنا اسمي سعاد إدريس من اسطنبول. سعاد إدريس من اسطنبول. حياك الله أختي سعاد. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أيوة، اسمها أسماء بنت أبو بكر صديق. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ ثريا سعيد. ثريا سعيد. من وين تكلمين يا أخت ثريا؟ من لندن. أهلا وسهلا بأهل لندن جميعا. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ فيكم. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. شاكرين لك يا أخت ثريا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. أشهد أن لا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مرحبا يا مرحبا. من معي من تكلمني؟ الله يحييك. معك أسامة إدريس. حياك الله حبيبنا أسامة. من وين تكلمي؟ من اسطنبول. يا مرحبا. حياك الله وحيا أهل اسطنبول. يا هلا ومرحبا فيك. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ اي نعم، أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟
هالة محمد من الرياض. أهلا وسهلا أخت هالة، هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر، شاكرين لك يا أخت هالة ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ عبد الملك بيان من يا الرياض. مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا عبد الملك. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الله يحييك. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. أخوك إسلام عدلان من مصر. أهلا وسهلا بحبيبنا أستاذ إسلام. من وين تكلمنا يا إسلام؟ من اسطنبول. حياك الله. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، شاكرين لك يا أستاذ إسلام. متصل آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. أهلا أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ جود بدر من جدة. جود بدري من جدة، حياك الله أختي جود. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومع متصل آخر، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. نبيل أمين الحوفة من اليمن. نبيل أمين من اليمن، أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم، الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، شاكرين لك يا أستاذ نبيل. ننبه اخواننا المشاهدين بان طريقه المشاركه عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشه، نستقبل اتصالاتكم فقط، بحيث انك تدخل في السحب لابد انك تتصل وتعطينا الاجابه عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشه. طيب ناخذ اتصال اخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي من تكلميني؟ أفنان بيان من السعودية. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حياك الله يا افنان. هل عرفتي الصحابيه لهذه الحلقه؟ أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا وإن شاء الله تفوزين معنا يا رب. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، حياك الله يا أمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. صابرين حسن من الرياض. أهلا وسهلا أخت صابرين، ننبه بس الاستماع من التليفون وليس من الشاشة. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم يا أخت أسماء؟ الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر الصديق، شاكرين لك يا أخت صابرين. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ الله يحييك، عبد الله الأهدل. يا مرحبا. أكلمكم من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله عبد الله وحيا الله الاسطنبول. الله يحييك يبقيك. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ إيه نعم، أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر، ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا، الاسم الكريم. معك عبد الرزاق عبد الواسع من كندا. أهلا وسهلا، هذا خالي فليرني كل امرئ خاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حياك الله يا أستاذ عبد الرزاق. من وين تكلمنا؟ من كندا؟ أي نعم، أكلمكم من كندا. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ الصحابية عفوا. نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر، شاكرين لك هذا الاتصال ويحالفك الحظ إن شاء الله.
إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي ومن تكلميني؟ نورية مليون من إثيوبيا. نورية، عفوا الاسم الثاني؟ نورية مليون. نورية مليون من اثيوبيا، حياك الله اختي نورية. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابية أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا سعيد من جدة. أهلا وسهلا أخت هناء سعيد من جدة. هل تعرفتي على الصحابية؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر الصديق، شاكرين لك يا أخت هناء. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب خلنا أجل. ألو السلام عليكم. يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. عليكم السلام. حياك الله، من معي ومن تكلميني؟ إسراء رضا سعد الدين من اسطنبول. إسراء، عفوا الاسم الثاني بس. إسراء رضا من اسطنبول. إسراء رضا من اسطنبول، حياك الله أختي إسراء. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم إن شاء الله، السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، شاكرين اتصالك ويحالفكم الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما شاء الله استقبلنا اليوم اتصالات من شتى بلدان العالم، من ألمانيا ومن لندن ومن كندا. طيب دعنا أجل نذهب إلى فاصل معكم أيها المتابعين الأفاضل في كل مكان. كونوا على مقومة. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبتي الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام.
لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذكركم بطريقة المشاركة في هذا البرنامج. نستقبل اتصالاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وقيمة الجائزة $100 بإذن الله عز وجل. نعم، وردتنا زي ما قلت اتصالات من جميع أنحاء العالم اليوم، ولعلها لا تتوقف ما شاء الله حتى هذه اللحظة. ناخذ اتصال آخر، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ محمد جاسر. محمد جاسر، من يتكلمنا يا أستاذ محمد؟ من السودان. أهلا وسهلا بكم أهل السودان. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكرين لك يا أستاذ محمد، ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ عليكم السلام. هلا حبيبي، يا مرحبا. حياك. أنا عبد الرحمن. عبد العزيز أحمد، حياك الله حبيبي عبد العزيز. من وين تكلمني يا عبد العزيز؟ من الرياض. أهلا وسهلا، حياك الله. هل عرفت الصحابية لهذا اليوم؟ أسماء بنت أبو بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا وإن شاء الله تفوز معنا اليوم. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ياسر محمد. ياسر محمد؟ ياسر محمد من الرياض. أهلا وسهلا ياسر. عرفت الإجابة؟ أسماء بنت أبو بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر. دق علينا كل يوم يا ياسر. ما شاء الله في ضيوف البرنامج تولين وياسر. أي أصدقاء البرنامج وضيوفها. نعم. إلى اتصالنا آخر نقول السلام عليكم. تولين ما سمعنا صوت اليوم. لا إن شاء الله جاية في الطريق. إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ كريمة موسى من الرياض. كريمة موسى من الرياض، حياك الله أختي كريمة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ يوسف محي الدين. أهلا بيوسف محي الدين، أهلا وسهلا. من وين تكلمنا يا يوسف؟ من الرياض. نورتنا يا يوسف. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم. أسماء بنت أبي بكر. عاد لا تحرمنا صوتك يا يوسف. إن شاء الله، أبشر. حياك الله، أهلا وسهلا. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ أنا قادمة من الرياض.
أمل عبد القادر من الرياض، حياك الله يا أمول. ما شاء الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ اسماء دخلها في السحب على طول. أسماء بنت أبي بكر. والله حمشيها المرة هذه بس عشان شاركتي معنا وتستاهل يا مخرج. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أمل عبد القادر من الرياض، شاكر لاتصالك حبيبتي أمول. أكيد أكيد، حتى لو جاوبت غلط ندخلها، ما يحتاج. أمل وتولين. أمل ويوسف وياسر. متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم. حسن محمد نور من الرياض. حسن محمد نور من الرياض، أهلا وسهلا أستاذ حسن. هل تعرفت على الإجابة؟ الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر، شاكرين لك يا أخي الفاضل. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي؟ من تكلمني؟ رحمة محي الدين من الرياض. أهلا وسهلا أخت رحمة محي الدين من الرياض. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر، يحالفكم الحظ يا أخت رحمة بإذن الله. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. الو. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي؟ من تكلميني؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي؟ من تكلمني؟ ليان. من؟ ايوه. الاسم الكريم؟ الاسم الكريم مرة أخرى؟ ليان عثمان من الرياض. ليان عثمان من الرياض، حياك الله أختي ليان. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ السيدة أسماء بنت أبي بكر. السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. معك عبد الله عبد العليم. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. من تكلمنا يا عبد الله؟ عبد الله أكلمكم من بريطانيا. أهلا وسهلا، الشهر عليكم مبارك أهل بريطانيا. علينا وعليك إن شاء الله يا رب. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ إي نعم، الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، شاكرين لك أستاذ عبد الله ويحالفك الحظ إن شاء الله. ضيف آخر ومتصل آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي؟ من وين تكلمني؟ حياك الله، معك بلال محمد، الله يسعدك. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا بلال. من وين تكلمنا يا بلال؟ الله يحييك، بلال محمد من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله أهل اسطنبول أجمع. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، شاكر لاتصالك حبيبنا بلال ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. ريتاج عبد القادر. أهلا وسهلا أستاذ ريتاج. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر. عفوا، من وين تكلمين أستاذ ريتاج؟ من بريطانيا. من بريطانيا، حياكم الله جميعا، يحالفكم الحظ إن شاء الله. ضيف آخر ومتصل آخر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ من وين تكلمني؟ معك عمر محمود من البحرين. يا مرحبا، حياك الله حبيبنا عمر. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله وحيا الله أهل البحرين. الله يا ربنا يوفقكم في هذا البرنامج إن شاء الله، عمل عظيم جدا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. الله يجزاك خير يا حبيبنا. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ حبيبي. أيوة، اسم الصحابية هو أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. موسى كبيرة.
من اسطنبول. أهلا وسهلا بأهل اسطنبول وبك أيها يا موسى. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم إن شاء الله. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أسماء بنت أبي بكر. شاكرين لك يا أستاذ موسى ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلمني؟ عبد الرحمن أحمد من السعودية. حبيبنا عبد الرحمن، يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. هل عرفت الإجابة اليوم؟ أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك يا حبيبي. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم الكريم. حياك الله. خالد القطب. حياك الله أستاذ خالد. من وين تكلمنا؟ من اسطنبول. أهلا بك وبأهل اسطنبول جميعا. هل تعرفت على الإجابة يا أستاذ خالد؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق. الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق. شاكرين لك يا أستاذ خالد. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلميني؟ فريدة سعيد من الرياض. فريدة سعيد من الرياض، حياك الله أختي فريدة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السادة المشاهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. سهيل عبد الرحمن. الاسم الكريم مرة أخرى بعد إذنك. الاسم الكريم مرة أخرى. الصوت تغير واضح شوي. أقول الاسم الكريم. شرفني باسمك الكريم أستاذي. سهيل عبد الرحمن. إسماعيل عبد الرحمن. من وين تكلمنا يا أستاذ إسماعيل؟ من اسطنبول. حياك الله. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شاكرين لك يا أستاذ إسماعيل. نبه السادة المشاهدين أن الاستماع يكون عبر التليفون عشان نستطيع أن نصل إليكم بسهولة ويكون أصواتكم واضحة وتسمعون بوضوح. تفضل شيخ أنس. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي من تكلميني؟ منيرة كبيرة من اسطنبول. منيرة كبيري من اسطنبول. حياك الله أختي منيرة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ بإذن الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. تولين أحمد. مرحبا جد. من هي تولين؟ تولين أحمد. أهلا وسهلا تولين. تولين أحمد. اهلا وسهلا يا تولين. انا والله ما باخذ الاجابه بس مضطر. والله المخرج دخلها في السحب على طول هذه تولين. الاجابه يا تولين يا حبيبتي. الاجابه ما سمعتك. اسماء بنت ابي بكر. احسنت يا تولين. شكرا وان شاء الله يحالفك الحظ. وصلت تولين. خلاص كمل اصدقاء البرنامج. الى ضيف اخر. طيب نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي من تكلميني؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حياك الله. من معي من تكلمني؟ رهف من الخفجي. رهف من الخفجي. حياك الله يا رهف. هل عرفتي الإجابة اليوم ولا ما عرفتي؟ نعم.
تفضلي أعطينا الإجابة. سيدة أسماء. السيدة أسماء. رهف مين؟ بابا اسمه إيش؟ رهف وليد. رهف وليد من الخفجي. أنا أتمنى لك حظا طيبا، ودنا والله نفوز أصدقاء البرنامج كلهم. اي والله. والى متصل اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. صوتي واضح؟ طيب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. مها نقاش من الرياض. اهلا وسهلا بكم. هل تعرفتي على الصحابيه لهذا اليوم؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكرين لك يا أستاذة مها. إلى ضيفنا آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ما شاء الله، مع انها في يعني البرنامج في وقت قبل الفطور وكذا، لكن تجد العالم ما شاء الله في ضغط ما شاء الله من جميع انحاء العالم ما شاء الله. مشاركين. الله يكتب لنا ولكم الاجر ان شاء الله. طيب لعلنا نرجع الى الصحابيه الجليله اسماء بنت ابي بكر. يا انس، ذكرنا انها ذات النطاقين، ولقبت بهذا لانها شقت نطاقيها وربطت به سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن هاجر. نعم. وأنها صاحبة 100 سنة، وأنها عاشت حتى شهدت خلافة ابنها. جميل. تونا بندخل في المعلومة الثانية إلا وجانا الاتصال. الله يجزاك. الاتصال الآخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. من معي من تكلم لي؟ ياسين بدران من اسطنبول. حياك الله حبيبنا ياسين، يا مرحبا يا مرحبا. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفك والحظ بإذن الله. وآخر اتصال نقول ألو السلام عليكم. الله يجزيكم الخير. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. هل تسمعوني؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب لعلنا فقدنا الاتصال. إذن فاصل قصير ونعود إليكم مع السحب. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيم. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان
ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. أطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذهب وإياكم إلى المرحلة المنتظرة والمرحلة المترقبة. الآن كله عبر الشاشات ينتظر هذه اللحظة. عبد الرحمن، نعم. بداية نحب نقول أن الإجابات كلها كما كانت في الحلقات الماضية صحيحة، وإجابة السؤال اليوم هي الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. طيب نشرع في السحب يا أنس على طول. والله يا أخي ودنا نفوز الجميع كما ذكرنا سابقا، لكن عاد سياسة البرنامج هو فائز واحد، صاحب النصيب هو اللي سب صاحب النصيب هو اللي حطوها جنب الكاميرا عشان ما يقولون لك ايش فوزت أحد ولا اي. نعم. طيب يلا عبد الرحمن، وعطنا الفائز لهذا اليوم بجائزة بقيمة $100. كما ذكرنا نتمنى والله الجميع يفوز معنا. سحب الفائز. فائز ولا فائزة؟ والله هي فائزة صراحة. نعم. ومن دولة كثير ما يتصلون منها، الأخت منى سعيد صالح من السودان هي الفائزة معنا لهذا اليوم. الأخت منى سعيد صالح من السودان. ما شاء الله، أمس الفائز من السودان واليوم الفائز من السودان. ما شاء الله، حبايبنا كثروا في السودان. أنعم وأكرم بأهل السودان أجمع. أهلا وسهلا بكم. الأخت منى سعيد صالح، والإجابة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. نذكر مشاهدينا الكرام بأننا لازلنا عندنا تقريبا 17 حلقة تقريبا، ولسه اللي ما فاز اليوم يفوز يحالفكم الحظ إن شاء الله، والأسبوع اللي بعده، وإن شاء الله ما أحد يخرج من هذا البرنامج إلا الجميع فائزين بإذن الله عز وجل. شكرا لك عبد الرحمن على هذا المعلومات الجميلة وعلى يعني تقديمك الرائع. شاكرين لك يا أنس، الشكر لك وللمشاهدين الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. للحديث بقية وللحلقات بقية، ترقبونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم